اشتري الفراخ المجمده ولا اشتري الفراخ الحيه اللي بتتذبح عند الراجل؟ طبعا هتقولي الحيه اللي بتتذبح عند الراجل. هقولك لا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هكلمك عن موضوع مهم جدا. اولا، الفراخ المجمده بس مش المصريه، المستورده. نبعد عن المصري شويه. المستورده، اي بلد دايما بيحترموا هناك آدمية الإنسان، بيعاملوه على إنه إنسان مش زي عندنا يعني. فبيبدأوا لو هيذبحوا فراخ يبدأوا يوقفوا عنها الهرمونات. يعني زي مثلا هيذبحوها يوم 10 في الشهر، هم هيوقفوا هرمونات وحقن من يوم واحد. هي كل الناس بتحقن بس هم هيوقفوا من يوم واحد. الفرخة تبدأ تستعيد حياتها الطبيعية، هتاكل أكل عادي. زي ما بيقولوا بيغيروا مرعة الفرخ، زي ما بتجيبي كده خروف وتربيه عندك آخر 10 أيام بتغيري له مرعته. فما بيذبحوها ما بتبقاش فيها هرمونات زي عندنا. اما اللي عندنا ده حقن الفرخه قبل ما يديها لك على فكره. فانتي خدتي فرخه مليانه هرمونات ومليانه كل حاجه. فعشان كده نشتري المجمد بس مش المصري، يا اما نشتري الفراخ لو انتي حابه بقى وعايز تمشي على مزاجك. ما تلوميش نفسك لما تجيلك امراض. خلي بالك على صحتك وصحه اسرتك وعيشيها صح. لو استفدتي من المعلومه اعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو بتشوفيني على تيك توك يا ريت تعملي حفظ الفيديو واعاده نشر.